في لغات في العالم محدش بيفهمها وده عادي لان ممكن تكون اندثرت او محدش بيدرسها، لكن الغريب بجد ان في لغة محدش فاهمها ولا حتى اهلها ومع ذلك لسه بيتكلموها. كل يوم بيتقال فيها كلام بيترد عليه بكلام تاني، بس ولا اللي قال ولا اللي سمع فاهم المعنى. لغة من غير قواعد ومن غير حروف ومن غير حتى ترجمة، بس موجودة وحية وبتتنفس بين الناس. العلماء وقفوا قدامها عاجزين، لا قدروا يدرسوها ولا حتى صنفوها. لغة اشبه باللحن، بالصوت الغامض، بالحلم اللي بيتكرر من غير ما حد يعرف ليه. في الحلقة دي هنتكلم عن واحدة من أغرب اللغات اللي اتسجلت في التاريخ، اللغة اللي محدش بيفهمها لكن لسه بتتقال كل يوم. أهلا بيكو ويلا بينا نبدأ. اللغة اللي بنتكلم عنها موجودة على جزيرة نائية في فنزويلا اسمها جزيرة سانتا كاتالينا. الناس اللي هناك بيتكلموا لغة اسمها اي او زي ما العلماء اطلقوا عليها لغة سانتا كاتالينا الغامضة. اول مرة سمعها فيها فريق بحثي كانوا فاكرين ان الناس دي بيغنوا او بيعملوا طقس ديني غريب، لحد ما اكتشفوا ان دي لغة حقيقية بيستخدموها في كلامهم اليومي. بس المدهش ان مفيش حد منهم قدر يشرح معنى الكلمات، يعني حرفيا بيتكلموا من غير ما يعرفوا هم بيقولوا ايه. مفيش ابجدية، مفيش نطق ثابت، مفيش قواعد لغويه ولا حتى معجم او مرجع يوضح المعاني، وده خلى الباحثين يتجننوا ويقولوا دي مش لغه تقليديه، دي حاجه تانية خالص. لما تسمعهم بيتكلموا تحس كأنك بتسمع أنغام موسيقية أكتر من إنك بتسمع كلام. الناس هناك بتنطق الجمل بلحن معين وكأن في نغمة واحدة ماشية في كل الجمل. في تكرار غريب في الأصوات ونبرات الصوت بتعلى وتوطى بشكل مش مفهوم. واحد من الباحثين قال اللغة دي مش بس صوت، دي تجربة سمعية. والمثير فعلا إن لما حد بيسألهم يعني إيه الجملة دي بيردوا عليه ببرود معرفش، بس أنا اتربيت على كده، كنا بنقولها وإحنا صغيرين وفضلنا نقولها. يعني الموضوع بقى عادة أكتر منه تواصل فعلي. المصيبة الأكبر إن مفيش أي دليل تاريخي واضح على أصل اللغة دي. الجزيرة نفسها مش كبيرة وعدد السكان اللي فيها قليل جدا، لكن محدش فيهم يعرف اللغة دي جات لهم منين. في ناس بتقول إن اللغة دي جاية من حضارة اندثرت من قرون واللي فاضل منها بس هو الصوت مش المعنى. وفي رأي تاني بيقول إن اللغة دي اتخلقت من اللاوعي الجمعي، يعني الناس ابتدت تقلد بعض ومن غير ما ياخدوا بالهم وبقوا بيتكلموا لغة محدش اخترعها بس هي ظهرت. وده اللي خلى علماء الأنثروبولوجيا اللي هو علم الإنسان يدخلوا الخط ويحاولوا يفهموا هل اللغة دي كانت ليها وظيفة قديمة؟ طيب هل كانت شفرة سرية ولا مجرد صوت ارتبط بمكان وبقى تقليد من غير أي منطق؟ المرعب في القصة إن الأطفال في الجزيرة دي بيتعلموا اللغة من وهم عندهم 2 أو 3 بنفس طريقة تعلمهم لأي لغة بس المشكلة إن مفيش حد بيشرح لهم المعنى. يعني الطفل بيقول جملة وأهله يضحكوا أو يردوا عليه بجملة شبهها، بس ولا هو فاهم هو قال إيه ولا هم عارفين ردوا عليه بإيه. ببساطة اللغة بقت وسيلة للتفاعل الاجتماعي أكتر من إنها وسيلة لنقل معلومات. وفي علماء وصفوا ده إنه تواصل فارغ، يعني الشكل موجود لكن المضمون ضايع. وده بيفتح مجال لسؤال غريب جدا، هو احنا ممكن نعيش بلغة ما فيهاش معنى؟ بعثات علمية كتير راحت الجزيرة من ألمانيا ومن كندا ومن اليابان، كله راح يسجل ويحلل ويفك شفرة اللغة، بس النتيجة كانت شبه صفر. اللغة مش بتتبع أي قواعد لغوية معروفة، لا قواعد النحو ولا الصرف ولا حتى ترتيب الجملة، كأنك بتحاول تحل شفرة لمفتاح مش موجود أصلا. وواحدة من الباحثات قالت اللغة دي أقرب لآلة موسيقية منها للغة حقيقية، الصوت بيتكرر لكن المعنى مش موجود، يعني حرفيا العلم وقف عاجز. في رأي تاني بيقول إن دي مش لغة للتواصل العادي، لكن كانت في الأصل لغة روحانية بتتقال في طقوس أو عبادات قديمة، يعني زي الأناشيد أو الأدعية اللي بتتقال بنفس النغمة من سنين حتى لو الناس نسيت معناها. ومع مرور الوقت الطقوس راحت بس الصوت فضل، وده بيخلي فيه احتمال إن اللغة دي تكون من أقدم اللغات البشرية واتنقلت من جيل لجيل بصوتها بس، والمعنى وقع مننا في الطريق. وفي ناس بقى بدأت تدخل في خرافات وتقول إن اللغة دي لغة الآلهة أو لغة الأرواح، بس طبعا دي مجرد نظريات مش مؤكدة ومفيش عليها أي دليل علمي ثابت. المفاجأة إن اللغة دي مش الوحيدة في العالم اللي في نفس الموضوع ده، في لغات تانية في إفريقيا زي لغة دمارة في ناميبيا ولسه فيها أصوات كأنها صفارات أو نقرات مش مفهومة، وفي لغات في جزر المحيط الهادي بيتكلموها برتم غريب وتوارثوها من آلاف السنين من غير ما يكون ليها ترجمة حرفية. بس الفرق إن لغة سانتا كاتالينا بالذات ما فيهاش أي تشابه مع أي لغة تانية، لا في الصوت ولا في النغمة ولا في طريقة الاستخدام، يعني ممكن نقول عليها لغة يتيمة.
اغلب الباحثين بيقولوا ان اللغة دي هتختفي في خلال جيل او 2 لو مفيش حد وثقها، لان الجيل الجديد بدأ يتعلم الاسبانية كلغة رسمية وبطل يستخدم اللغة الغامضة دي في حياته اليومية، وده معناه اننا ممكن نصحى يوم نلاقي اخر واحد في الجزيرة اتكلم اللغة مات، وساعتها هتختفي معاه حاجة غريبة، لغة كانت عايشة وبتتنفس لكن عمرها ما اتفهمت، وهنفضل نسأل نفس السؤال، هل هي كانت لغة بجد ولا مجرد صدى لحاجة اقدم من التاريخ نفسه ويمكن كان المفروض عمرنا ما نفهمها؟ رغم ان كل البعثات العلمية فشلت، لكن في ناس لسه عندها امل ان الذكاء الاصطناعي او ادوات تحليل الصوت الحديثة تقدر تلاقي نمط معين في اللغة دي، يعني ممكن يكون في ترتيب خفي او تكرار بيحمل معنى واحنا بس مش شايفينه بعينينا. بس السؤال هنا، حتى لو فكينا الشفرة هنفهم حاجة ولا هنفك شفرة صوت ملوش ترجمة؟ الغريب بقى ان اهل الجزيرة نفسهم مش فارق معاهم يفهموا اللغة ولا لا، بالنسبة ليهم دي جزء من التراث، من الهوية، من طريقة الكلام اللي فيها دفء وعشرة وذكريات. يعني ممكن يبقى الراجل بيكلم مراته بلغة مش فاهمها، بس هما الاتنين مبسوطين ومكملين حياتهم عادي جدا، كأن اللغة بقت وسيلة للتواصل العاطفي مش العقلي. في لغات بتعيش في الكتب، وفي لغات بتعيش في الشوارع، بس في لغات تانية بتعيش في النسيان، لغة بتتنفس بس من غير ما حد يسمعها بجد. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبه لك جديده ومذهله، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، واستنونا الحلقه الجايه.